اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه وبرنامج ابطال التحدي. كل سنه والامه الاسلاميه بخير، طبعا بمناسبه النهارده اول جمعه في العام الهجري الجديد. اعزائي المشاهدين، زي ما قلنا لحضراتكم ان طبعا برنامج ابطال التحدي دايما بيغطي كافه نقول ظروف والامور الشائكه واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه. انا بس كنت عايز اقول لحضراتكم حاجه. كنتوا لو تفتكروا من حوالي شهرين كان في برنامج ابطال التحدي متبني فكرتين، فكره في نادي المستقبل في بورسعيد، نادي المستقبل في الاسكندريه. طبعا لما كنا كلمنا المحافظ طارق المهدي وكان وعد ب 2000 متر فعلا لنادي المستقبل للمعاقين في الاسكندريه. طبعا احنا لغايه دلوقتي بنتابع الاحداث، ولسه مكلم اللي هو طارق المهدي دلوقتي وقلت له حضرتك عملت اصدرت قرار، لكن الناس اللي تحت ايد حضرتك لغايه دلوقتي لسه ما نفذوش. فقال لي نادي المستقبل او المندوب من نادي المستقبل يجي لي النهارده في مكتبي الساعه 10 عشان يعني يشوف موضوعهم ويحاسب المخطئ او اللي اهمل في حق هذا القرار. دي رقم واحد. رقم اثنين، كان لاعب احمد ناصف كان ايضا وعد سياده المحافظ ان هيكون ليه شقه، طبعا هي من غير استثناء، يدفع فلوسه وكله، بس هيبقى كنوع ان يشوف له مكان مناسب ليه. ففعلا لغايه دلوقتي ما خدوش، واللي هو احمد النهارده قال لي يجوا لي الاثنين الساعه 10 النهارده في مكتبي. فانا دلوقتي من هنا نداء من برنامج ابطال التحدي كابتن احمد ناصف اللي عبر المانش. بالمناسبه احمد ناصف كان الاسبوع الماضي كان في اللجنه البارالمبيه المصريه، وكان في المكتب اللجنه البارالمبيه، وكان معاه لواء صبيح، واداله شيك بمبلغ 10000 جنيه اهداء من اللجنه البارالمبيه مكافاه فوزه او عبوره بحر المانش. نشكر طبعا اللواء صبيح على هذه اللفته. عقبال ان شاء الله ما نشكر محافظ الاسكندريه اللواء طارق المهدي لما يدي الشقه لاحمد ناصف. احمد ناصف النهارده ومندوب نادي المستقبل في الاسكندريه عندهم ميعاد الساعه 10 مع المحافظ طارق مهدي محافظ الاسكندريه. ضيوفنا اعزائي المشاهدين النهارده، قبل ما نقول ايضا ضيوفنا، عندنا ايضا ضيفين كبار جدا. الجزء الثاني من الحلقه هيكون معانا اعزائي المشاهدين كابتن مدحت نسيم، نقول البطل المصري السباح المهاجر في هولندا اكثر من 30 سنه، وهو حاليا رئيس مؤسسه لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه في هولندا، وكان لاعب في منتخب مصر في السباحه والطايره، هو حاليا في هولندا، وهيكون ضيفنا في الجزء الثاني. اما الجزء الاول اعزائي المشاهدين معانا خبير العاب القوه وصاحب بطولات كبيره جدا من 92، وهو حامل لواء وانجازات ذوي الاحتياجات الخاصه في كافه المحافل العربيه والافريقيه والعالميه والبارالمبيه، وهو الدكتور حمدي عبد الرحيم المدير الفني لمنتخب مصر لالعاب القوه. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. يعني حضرتك طبعا مشرفنا، والنهارده هيبقى في اسئله يعني نقول سخنه شويه، لكن انا عارف ان حضرتك قدها. وفي لكن قبل ما نخش بقى في الاسئله، اجريت امس اعزائي المشاهدين في مقر اللجنه البارالمبيه المصريه في استاد القاهره في مجمع، طبعا مبروك ان خدوا مقر جديد في استاد القاهره، انتخابات. حضراتكم عارفين اللجنه البارالمبيه المصريه عند تحت ايديها 7 العاب، فاتقدم طلبات للانديه ورشحوا بعض الاسماء. امس اجريت انتخابات للعبتين، لعبه الكره الطائره جلوس ولعبه تنس الطاوله. حضر جمعيه عموميه 20. الصوره اللي قدامنا دي على فكره بالاسماء الفائزين، دول اللي فائزين بقول لحضراتكم عليها. طبعا الفائزين في العاب القوه، في العاب في كره الطائره محمد المغربي وطارق الجزار وناجي اورني، ده اللي هموم على يميني دي اثناء الفرز، اشرف صالح واللي هو احمد طه، وطبعا معانا الكابتن شريف، واللي قدامنا طبعا دول محمد المغربي اللي وكابتن ادريس اللي جنبه. فاز في انتخابات كره الطايره، في انتخابات تنس الطاوله كابتن عاطف عباس وعصام محمود وغريب ادريس. دول الجمعيه العموميه النهارده 20 لاعب اختاروا المندوبين بتوعهم، اختاروا
الفائزين زي ما قلت لحضراتكم 3 في لجنه الكره الطايره، كابتن محمد مغربي من جامعه قناه السويس، طارق الجزار رئيس نادي الهدف، وناجي اوراني من نادي المصري القاهري. اما التنس طاوله عاطف عباس وعصام محمود وغريب احمد ادريس، دول 3 من كل لجنه. ان شاء الله اللجنه البرلمبيه هتختار المعينين، طبعا في سيده موجوده لكل لجنه، وهتعين واحد ان شاء الله على اساس يبقى اجمالي اللجان 5. ان شاء الله هعرضها عليكم كل الاسماء الاسبوع القادم ان شاء الله. دكتور حمدي، اولا قبل ما نخش بقى في الجد، لو حضرتك شايف دور اللجان الفنيه عموما ايه؟ لجان الالعاب او لجان الرياضات في مفهوم خاطئ عندهم ان هم يكونوا مسؤولين عن الفرق القوميه. انا بقول لهم انتوا قدامكم مهمه قويه جدا. المهمه دي لو خدنا مثال على العاب القوه، هقول ان لجنه العاب القوه هي منوطه بتنشيط وتفعيل المسابقات المحليه. احنا ما عندناش بطولات ناشئين، لازم يتعمل بطولات ناشئين. بعض الفئات الخاصه لابد يتعمل لها بطولات خاصه زي البلايند وزي الاقزام وزي احول بطوله من البطولات المحليه الى بطوله دوليه. دي لما تحول بطوله دوليه لازم تدعو ليها بعض الدول، ولازم يتم اعتمادها في IBC. هتوفر لك كدوله تكاليف سفر فرق قوميه، تكاليف انك تدور على بطوله معتمده عشان يؤهل فيها اللاعبين بتوعك لبطولات العالم والدورات الاولمبيه. تحط مصر على الخريطه اللي هي كانت المفروض تتحط فيه من زمان. عليهم ان هم يعملوا دراسات للمدربين، يعدوا كوادر مدربين. احنا عندنا في جاب كبير ما بين الجهاز الفني بتاع الفريق القومي وبعض المدربين. وفي مدربين بتجتهد واحنا بنحاول نساعدها بشتى الطرق، ولكن لازم يتجمعوا باستمرار ويتم تاهيلهم، وده دور اللجنه. ما عندناش كوادر في التصنيف الطبي، لابد ان اللجنه تسعى الى اعداد كوادر بالتخاطب مع اللجنه البرلمبيه الدوليه. واحنا كنا بدانا ايام الدكتور اشرف مرعي، ولكن الاحداث اللي كانت بتمر بها البلد ساعتها حالت دون اتمام هذه الخطوه. هو التصنيف الطبي على فكره التصنيف الطبي الاسبوع ده او ان شاء الله خلال هذا الشهر، يعني الواحد بس مش عايز يقول اخبار، فيه هيبقى ان شاء الله تعاون مع الاتحاد الدولي وهيئه من انجلترا، هييجوا ان شاء الله عشان يعملوا كوادر للتصنيف. فدي طبعا كان دكتور محمد صلاح منوط بهذا الموضوع، كان مكلف من اللجنه البرلمبيه هو ودكتوره حياه خطاب. ففعلا الكلام ده حضرتك هيفعل، وان شاء الله خلال هم حاطين زي ما يكون تايم ليميت، خلال 2 أو 3 هيبقى في ناس من انجلترا هيجوا في شهر 12 وهيحضروا. فدي اكيد هتبقى حاجه كويسه للمحاضرين، ودي برضو فكر برضو من اللجنه البرلمبيه. الخبر ده طبعا سامعه من فتره مع المجلس الاداره الحالي الجديد، وطبعا دي حاجه مشرفه لينا. لازم مصر ترجع تاني زي ما كانت. احنا علمنا كل اللي موجودين في شمال افريقيا وفي الدول العربيه دلوقتي هم فيهم ناس في IBC في اللجنه البرلمبيه الدوليه. احنا بعيدنا خالص عن الساحه، وخاصه في المناصب اللي ببعض المجاملات وبعض المجاملات بيكون فيها، لكن الجوانب الفنيه شهادتك هي الانتاج بتاعك والرقم بتاعك اللي بتعمله. بنصح اللجان انها ترفع ايديها عن الفرق القوميه، لان الفرق القوميه هي مسؤوليه الاجهزه الفنيه، والجهاز الفني اللي مش هيجيب نتيجه هيطلع بره. ليه الاجهزه الفنيه بيتم الابقاء على بعض الناس واقصاء بعض الاخرين؟ لو حضرتك تتخيل ان ممكن بعض اللجان يكونوا جايين ان هم يقولوا ان احنا هيكون لينا دور في اختيار. انا هدي نموذج، دي مشكله كبيره على فكره. نموذج على نفسي. بعد دوره لندن كنت حصل لي زي حركه مثلا زهد في التدريب بعد الفوضى بتاعت الصوار صوار ما كانش ورانا غير انها تاخرنا. اصرت ان انا ابطل تدريب واقعد اتفرج على اللي يقولوا واحنا اصحاب الانجاز. انا هقول لحضرتك ايه اللي بيتقال. انا اهلا بالله. فطبعا قعدت 2 سنين اتفرج عليهم. في بدايه السنتين دول عينوني رئيس لجنه العاب القوه. اول جلستين ما حضرتهمش، ثالث جلسه حضرتها كان عندي ظروف حاله دون حضوري، حالات وفاه، فجيت في ثالث جلسه شفت جدول الاعمال السابق واللي قبليه والاسبق، وجدت ان جدول الاعمال منصب على كيفيه اختيار الجهاز الفني، كيفيه اختيار اللاعبين. احنا دورنا تطوير رياضه العاب القوى وليس اختيار الجهاز الفني. يعني انا كنت اصلا في اللجنه وكنت بتنادي ان ما تكونش دعوه
طبقتها على نفسي وانا رئيس اللجنه. وبعدين قلت لهم تعالوا نقترح بعض الاسماء اللي ممكن تمسك بعد ما انا ما سبت التدريب. اقترحوا بعض الاسماء، قلت لهم انا موافق عليها. وحطينا الاسماء دي في مذكره وخليناها. ولكن اللي خلاني سبت اللجنه ايه؟ ان لقيت 2 من اللجنه او اكثر كل واحد فيهم حط نفسه مدرب بدون ذكر اسماء، وفيهم ناس فعلا حاليا شغالين مدربين. وناس فيهم فعلا في الجهاز الفني. ولكن هو عشان يثبت ان هو مدرب كويس لابد انه يقدم ارقام وانتاج. يعني في تقييم، ما فيش مجامله ليه. هو اذا كان فاكر ان الامور مش، لا احنا في تقييم، والارقام بتاعتنا لعبه رقميه، لعبه جميله جدا. فبعدها رفضت ان انا استمر في اللجنه، لان اللجنه حادد عن المسار بتاعها الطبيعي وراحت في اتجاه اخر. بداوا كل واحد فيهم يزكي زميله الاخر في اللجنه، ده يبقى اداري، ده يبقى مدرب، ده يبقى كذا. لا ستوب، ده مش شغلنا. احنا ما كناش نبقى لجنه العاب قوه، ما ينفعش. دي المشكله اللي بتقع فيها اللجان، وانصحهم قدامهم مسؤوليه كبيره جدا جدا، وعلى الاقل والتحدي قوي وبتحداهم بيه تحويل بطوله ما محليه الى بطوله دوليه معتمده في الIBC زي فزاع كده، وليها اجراءات ومنشوره ومعروفه. واللي مش عايز واللي مش عارف عندي استعداد انصحه اقول له يعمل ايه من الف للياء. وده تحدي كبير لازم. طيب. دكتور حمدي، حضرتك طبعا صاحب انجازات كبيره جدا، ولو حضرتك اكيد حضرتك فاكر ايام اتلانتا وايام سول وايام سيدني لما العلم المصري في رفرف كده هناك، والمركز الاول والثاني والثالث من ابناء مصر، الحمد لله، منتخب مصر. الكلام ده دلوقتي بعد ليه؟ ويعني ايه سبب تقليص النتائج الحاليه؟ ده السبب الاول. ثانيا، حضرتك متهم بان حضرتك بتجامل بعض اللاعبين، وخصوصا في الفتره الجايه، وحضرتك استبعدت الكابتن او البطل البارالمبي محمود العطار. انا بتكلم حضرتك وحضرتك ايه هتجاوب. الاتهام الثاني ان حضرتك مش فاضي للاجهزه الفنيه، وحضرتك مدير مركز اقليمي ومش فاضي خالص، وده الكلام اللي هو بيتقال. طبعا دي الحاجه الثالثه ان حضرتك ما طلعتش لاعبين. ايه رد حضرتك بقى في الاتهامات اللي بنقلها لحضرتك؟ اولا الشجره المثمره هي الشجره الوحيده اللي تلقى بالحجاره. تمام. نمره 2، نيجي نمسك بقى الايه الانجازات. انه بعض برضه قال بعض حاجات هو عمل ايه. هاجي اقول لحضرتك وانت سكرتير اللجنه البارالمبيه المصريه، افضل انجاز عملته مصر في العاب القوى كان امتى؟ في اتلانتا 22 ميداليه. 22 ميداليه، ده اللي الناس دي بتحكى بيه لغايه دلوقتي. صح. وبعد كده سيدني مش عارف 17 ميداليه ومش عارف، وبعديها سينا و13 وكذا. الانجاز ده الناس دي كلها بتتحاكى بيه يعني انت عارف ايه، بيتشدقوا بيه. بقول لهم الانجاز ده كان وراه مدير فني اسمه حمدي عبد الرحيم، بالورقه والقلم حمدي عبد الرحيم. بس خلاص. هي اتلانتا دي كانت هي التوب، كانت هي ولا سيدني بالنسبه لالعاب القوه؟ لا التوب 22 ميداليه كان في اتلانتا. صح. احمد عنتر جاب 3، كان احمد عنتر جاب 3 والسيد صديق 3، وكانت مجموعه برضه. كان عندنا الثلاث بنات رفعوا العلم. رفعوا العلم، هي دي اللي بتكلم عليها، دي 9 منهم كريمه، والبنت كريمه صفاء كومي من كفر الشيخ وزكيه. وبعديها في سيدني حصل بقى 3 اولاد رفعوا العلم، العطار وهاني والسيد موسى. في افضل انجاز كان في اتلانتا، فكان في اتلانتا ما كانش العطار بيلعب العاب قوه، كان لسه بعيد خالص، ما كانش موجود يذكر خالص. اذا هو ظهر، هو اول ظهوره في سيدني، بعد في بطوله العالم في لا العطار في سيدني، برمنجهام 98 اول عالم. مظبوط. اول بطوله دي اول عالم، وخد فيها اول عالم. مظبوط. نرجع بقى نشوف مين العطار. المجامله. العطار انا كمدرب او مدير فني، انا من واجبي ان انا اقول الكلام، وانا من واجبي ان انا انا فكلمني، فانا قلت لازم انقل الصوره زي ما هي. اتفضل. من واجبي ان اوضح. اتفضل. العطار بطل عالمي وبارالمبي فز، لا غبار عليه. العطار تم اقصائه من المنتخب لسبب ان مستواه بدا ينهار. انا كمدير فني قلت الانهيار ملوش علاقه بالتدريب، ده سبب صحي. ماشي. ساعتها رئيس الاتحاد ربنا يديله الصحه دكتور كان عامل عمليه في القلب او حاجه زي كده، لابد ان يجرى يا دكتور حمدي يتم فحص عليه. قلت له انتوا الاتحاد افحصوه. فحصوه وجدوا عنده خلل في عضله القلب. بعد عده فحوصات ومنها الايكو وما الى ذلك، التقرير جه بمنعه من ممارسه الرياضه. طيب. خطوره ممارسه الرياضه على حياته الشخصيه. عشان كده حضرتك اذا اللي اقصاها من ممارسه الرياضه تقرير طبي، تقارير طبيه وليس حمدي عبد الرحيم. لا انا سمعت ان التقارير دلوقتي اصبحت ان هو سليم. هرجع ليك بعد كده. اتفضل.
تقارير طبيه اجرتها اللجنه البارالمبيه عند عده مراكز وعده دكاتره. تمام. جميل جدا. العطار اتصل بيا قال لي انا بقيت مدرب وخدت دراسه في التدريب. اجيبها لك من البدايه ومن الاخر على طول. اتفضل. العطار جاب لي شهاده من عند دكتور، وانا ممكن اجيب له شهاده ان هو متوفى من عندي دكتور برضه. ما انت عارف على الشهادات. وهكذا. انا بقول له عطار علشان ترجع روح لنفس الاماكن اللي قالت انت عندك مشكله في عضله القلب، هات لي منها شهادات، وانا يشرفني وجودك يا عطار كبطل انك هتجيب لنا ميداليه في يوم من الايام. حلو قوي. ايه اللي حصل؟ ده جميل جدا. هل العطار توجه الى هذه الجهات؟ لا. العطار انا مش من سلطتي ان انا اوديه دلوقتي مدير فني لانه مش لاعب في فريق قومي. طب العطار احنا جاملناه وما جاملناهوش. عايز اقول حاجه، ما فيش لاعب موجود بره المنتخب 16 واحد يكسب الموجودين في المنتخب. معناها ايه؟ نتم اختيار اللاعبين فير. سادس عالم. العطار لعب تيست بعد 20 يوم من بدايتنا في المنتخب وما كسبش حد من في المنتخب. رائد كسبه وهو بعيد. اذا ما جاملناش حد. لو في حد في المنتخب العطار بيكسبه، انا لازم ادخل العطار النهارده حالا. بس بشرط انه يجيب التقرير الطبي انه سليم ماديا. مشكله العطار بقى اجيبها لك بصراحه. مشكله العطار هو لو ذكي انا اقول له يا عطار احنا العب على بطوله العالم في الدوحه 2015 اللي احنا رايحين الكويت عشان على ريو دي جانيرو 2016. ولكن العطار عامل مشكله وفاد على الفيسبوك وحروب وما الى ذلك والكلام اللي انت نقلته لحضرتك. العطار انا على حد علمي انه جاله عقد في الكويت. والعقد اكيد احنا بس هو عارف وانا عارف. هو عارف وانا عارف. المبلغ ما كانش مناسب ليه، فكانت فرصه حياته انه يسافر مع البعثه اللي راح الكويت في شهر 12 اللي جاي عشان يظبط العقد اللي جاي. وانا اقول له عطار بس هو مش محتاج يظبط العقد عشان يروح، ممكن بالايميلات بالفاكسات. قدامك. انت لو عايز فعلا حريص على انك ترجع تاني بطل وتحافظ على تاريخك، احنا يهمنا صحتك ويهمنا سلامتك. صح. وفي نفس الوقت يشرفنا وجودك يا عطار معانا لانك انت نجم كبير. ولكن مجاملات لا هجاملك ولا هجامل غيرك. انا بطمن بس كده ليه؟ ده جانب العطار. انقل الصوره اللي تتقال وانا برد بكل شفافيه وكل وضوح. يعني في حاجات ما كنتش احب اقولها، ممكن اقولها وشوشه. لكن دلوقتي ما هو خلاني ان انا اقولها على الملأ. الحته الثانيه اللي الدكتور حمدي عمل مين؟ الانجاز ده كله ما عملش، وبقى له فتره ما عملش ناس ثانيه. وليه النتائج انهارت. النتائج انهارت. احنا في كلاسات التصنيف الطبي والحاجه اسمها الرازا سيستم، طريقه احتساب النقاط، هي الوسيله الوحيده اللي بتقصي بعض الابطال وبتجيب ابطال جدد. هندي نماذج. العطار كان بيلعب اف 41. مظبوط. راح فين اف 41؟ كنا بناخد 3 ميداليات. 58 دلوقتي. كان في احمد عنتر المدير الاداري بتاعنا، وكان في احمد خيري والعطار كانوا بيكسبوا اول ثاني ثالث. راح فين الكلاس ده؟ لغوه تماما. لغوه. وبعد كده تحولوا منهم يلعب جلوس ومنهم يلعب وقوف. صح. احمد خيري لعب وقوف وده لعب جلوس. طبعا دخلوا في اماكن هم مش ابطال فيها، ولكن فيهم ناس تحولت بقى ابطال زي العطار. هل تغيير الكلاسات داير الى الان؟ اقول لك انا من سنتين 2011 كان عندنا ابراهيم عبد الوارث صاحب الرقم العالمي صاحب الرقم في دفع الجله. ابراهيم عبد الوارث انا سبت المنتخب سنتين اللي فاتوا بعد دوره لندن، جيت رجعت 14 غيروا كلاسه من 38 ل 44. معنى كده كلاسه ترتيبه بقى كام؟ بقى الرابع خامس. الله. طب راحت فين الميداليه؟ هل الميداليه راحت بسبب المدربين اللي كانوا موجودين اللي هو كابتن احمد عبد الهادي والجهاز اللي معاه، ولا بسبب التصنيف الطبي؟ لا، بسبب تغيير التصنيف الطبي. ما زال كتكوت هو كتكوت والارقام بتاعته زي ما هي، ولكن التصنيف الطبي هو اللي اتغير. كتكوت اللي هو ابراهيم عبد الوارث على فكره. هو بيدلعوه كده بس تشوفوه بقى مش كتكوت، ده تلاقيه يعني دبه في براءه الاطفال في عينه. فحصل تعديل في المنظومه بتاعه التصنيف الطبي، كل يوم والتاني بيحصل تغييرات. نيجي نخش بقى في موضوع الرازا سيستم والقانون. القانون دي حاجه جديده. اللي هو بيتغير بقى، ودي مشكله الايام دي. الرازا سيستم يعني يقول لك انت لو جبت والله في الجله 15 كيلو متر يا ابراهيم عبد الوارث هنديك 1000 نقطه. بقى كيلو عاملين معادله ثانيه، ال 15 متر تديني 850 نقطه. الله. معنى كده ايه؟ لو اندمج معاه كلاس ثاني ممكن ده يكسبه، مع انك 15 متر كانت في الاول بتخليه ياخد اول عالم. دلوقتي 15 متر تخليه خامس او سادس عالم. هدي لك نموذج من النماذج الموجوده عندنا لعيب اسمه ياسر عبد العزيز، ده اف 55 رمي رمح، عدى الواحد 30 متر، يعني هو بيجيب 30 متر، هو صاحب الرقم العالمي والاولمبي في الكلاس بتاعه. مفيش لاعب في العالم في كلاسه يكسب ياسر. ياسر ياسر لما نروح نلعب بيه بطوله العالم اللي جايه
او بطوله ريو دي جانيرو هيطلع السادس على العالم او السابع. عشان التغيير. ازاي هو صاحب الرقم العالمي؟ لان في دمج، الدمج بيخلي الرقم العالمي بتاع ياسر ده ملوش قيمه خالص. ايام اتلانتا كان ياسر بيجيب ميداليه ذهب. الرقم بتاع ياسر. الله، معنى كده ان تعديل الرازر سيستم واحتساب النقاط تسبب في ان اولاد عندنا ابطال عالم واصحاب الارقام العالميه ما ياخدوش ميداليات الذهب ويطلعوا حتى العاشر والسابع. يقول لك لكن اللي بره يقول لك ايه؟ فين الميداليات؟ ده خطأ تدريب. لا، مش خطأ تدريب، في ناس مش دريانه باللي بيحصل في الناحيه البتاع. نخش بقى في القانون. وده قانون اللي انا بقول لهم ايه؟ الدكتور حمدي عمل ايه؟ الدكتور حمدي بقى له سنتين مش موجود، ولكن حصل تعديل في القانون بتاع الرمي بقى له سنه، بيطبق بقى له سنه. التعديل ده كان الاول يقول لك طبقه لسه هنا. الى الان اتحدى واحد يطلع يقول لي انا طبقته. اللي طبقه الجهاز الفني يوم 28 اغسطس بعد 20 يوم من استلامنا العمل. جبت المدربين وعملنا لهم دعوه رسميه. هو ما طبقش في الشركات بعد الشركات. ما طبقش في الشركات لانه مش سوري في اللفظ، مش عايز اقول مش فاهمين ولكن ما حدش عنده استعداد يطبق حاجه، هم بيدوروا على حاجات اخرى. لكن انا كجهاز فني يهمني ان انا اطبق الصح لان اختار صح. احنا معانا تليفون كابتن محمود العطار. اهلا وسهلا بيه. ازيك يا كابتن محمود؟ الف سلام عليك. وازيد نطمن طبعا معانا كابتننا كلنا وكابتنك وكابتن مصر الدكتور حمدي عبد الرحيم. ده دكتورنا طبعا ورئيسنا الكبير. يا اهلا وسهلا يا دكتور. كابتن، انا كنت النهارده بتكلم عن موضوعك، فطبعا عرفت ان كان سبب استبعادك طبعا تقرير طبي. فالتقرير الطبي لغايه دلوقتي لسه ما جاش في حاله انك انت يعني شفيت او لا من عضله القلب او التعب اللي في القلب. رد ايه حضرتك؟ لا حضرتك التقرير الطبي موجود مع الكابتن احمد عنتر، وانا مبلغ بيه الدكتور حمدي واديته الدكتور حمدي شافه وقال لي سلمه للاستاذ الكابتن احمد عنتر يوم 28 اغسطس يوم التست يوم الاختبارات. وانا اديته للدكتور حمدي وقال لي سلمه للكابتن احمد عنتر، وانا سلمته من يوميها لحد الان. موجود معاه الكابتن احمد عنتر وحضرتك تقدر تساله، هو موجود معاه التقرير الطبي بتاع الدكتور. هل التقرير يا كابتن العطار من نفس الجهه اللي قالت ان حضرتك كنت تعبان من فتره؟ التقرير ده من الدكتوره اللي هي عامله لي العمليه اصلا. ما هو ممكن دكتوره يعني، لا انت عشان مثلا انا اقول ان الكابتن عطار عيان من مثلا من هيئه معينه او جهه حكوميه او قالت لا، فيا ريت لو رحت للمستشفى دي تاني وتقول ان الكابتن عطار خلاص زال المرض منه، افتكر دي بتبقى اوقع. طب ما هو التقرير ده من الدكتوره في مستشفى دار الفؤاد. يعني مش تقرير من دكتوره في عياده، ده دكتوره في مستشفى دار الفؤاد، يعني ده تقرير داخل من داخل المستشفى. التقرير اللي جه لحضرتك وقال ان حضرتك كنت تعبان من سنتين او من 3، ده كان من انهي مستشفيات؟ لا هو كان الموضوع ده كنا عملنا فيه فحوصات في مستشفى النخيل، تمام؟ تبع الاتحاد، وكانت الفحوصات فيه، عملنا فحوصات فيه. بعد كده مشينا بقى مع اكتر من دكتور لحد انا بقى ما مشيت بقى مع نفسي وعملت العمليه وكلفت عمليه 135,000 جنيه عملتها على حساب شغلي. على حساب شغلك. طيب هل العمليه دي بعد ما عملت عمليه جه نتيجه او التقرير ان انت ممكن تزاول الرياضه وما يكونش فيها خطر على حياتك؟ طبعا حضرتك انا معايا التقرير، وهو ده التقرير اللي انا مسلمه للكابتن احمد عنتر من شهر 8 اللي فات. طيب دي الحاجه الاولانيه. لان انا قبل ما انا افكر ان انا العب رياضه انا بخاف على نفسي، تمام؟ ومش هقدر اخطو خطوه الا بالدكتور. فلما الحمد لله رب العالمين عملنا العمليه والامور بقت كويسه بفضل الله. الدكتوره لما رحت لها بعد كده قالت لي الحمد لله انت بفضل الله شفيت تماما، وان شاء الله باذن الله يعني لو عايز تمارس الرياضه ما فيش اي ما يمنع من ذلك. طب طمنا على ارقامك دلوقتي يا كابتن احمد. كابتن محمود. كابتن محمود انا اسف، بس كان معايا عارف احمد عنتر اللي انت اديته التقرير فكنت بركز معاه. اتفضل. ولا يهمك. انا والله شغال يعني في النادي هنا بنتمرن. انا نزلت الموسم دوت كرة طايره في نادي الاراده والتحدي هنا، وشغال بتمرن معاهم 3 تمرينات في الاسبوع. ونزلت برضه مع نادي شركه جنوب القاهره لشركه الكهرباء جنوب لا انا بتكلم على ارقامك الالعاب القوه، على اساس ان انت كنت عايز تبقى معاهم في المعسكر عشان السفريه بتاعت الكويت، فانا كنت بسال ارقامك
يعني تؤهلك انك تخش المعسكر؟ مش لما نعرف الاول احنا مطلوب مننا كام. ما هو لازم اعرف الاول انا مطلوب منه كام علشان اقدر العب. انا لما جيت التست قالوا التست ده مفيش ارقام مطلوبه فيه، تمام. طب هنعمل ايه المطلوب فيه؟ قال لك كل واحد يجيب اللي عنده وارقام اللي عنده، لان طبعا المفروض ان احنا النظام الجديد طبعا الدكتور حمدي طبعا دكتورنا وكبرنا كلنا ان النظام ده مطبق على العالم كله، على مستوى العالم كله. طيب. بقاله سنه، ما يقرب من سنه. انا هسال دكتور حمدي دلوقتي. دكتور حمدي، ايه الارقام الجديده اللي المفروض كابتن عطار يكون محققها عشان يخش المنتخب؟ لان زي ما حضرتك قلت وهو قال ان بدا في سيستم جديد فمحدش عارف الارقام الجديده. ومعاك كابتن عطار. لما اخترنا اللعيبه السابقين اخترناهم على نتائج السنه اللي فاتت، ما كانش فيه لسه النظام الجديد في القانون، وكان تم تطبيق قانون القديم، وخدنا حتى سادس عالم، وما فيش لاعب. يعني العطار موجود معاه مطاوع وموجود معاه رائد، ده بيكسب في الرمح وده بيكسب في القرص، لان العطار كان ظروف صحته كان تباعد شويه عن البتاع. نرجع بقى نقول ايه المطلوب مني حاليا ايه. هو معانا على الخط على فكره. انا عارف اللعيبه الموجودين حاليا في كلاسه موجود الرانكينج دلوقتي بقى لهم سنه، نزل الرانكينج على الانترنت، على الهوم بيج بتاع الاي بي سي. ممكن يخش ويشوف ترتيبه كام. اكيد حضرتك عارف. هو عارف وانا عارف. هو جاب 33 في التست اللي احنا عملناه، و33 بالنسبه للاعب اللي قصاده موجود معاه مثلا زي رائد. بيجيب كام رائد 33، ده عطار جاب 32 ورائد 33. رائد جاب في اخر تيست 32 64 ورائد جاب 33 حاجه و20 تقريبا، يعني فرق 80 سم. حوالي 60 سم او حاجه زي كده. خد تاني. ورائد جه في اخر تيست عمل 34 وين. ال 34 حتى بتاعت رائد ما تاكلوش عيش عندنا. يعني ترتيبه ايه؟ سادس عالم. معناها ايه؟ انا عايز العطار يطلع يجي يكسب رائد، زي ما انا ما دخلتش رائد المنتخب الا لما كسب العطار. هو عارف كده كويس. وكنت ساعتها متهم ان انا ضد العطار، ضد رائد وبجامل العطار. انا يهمني لما يكون عندي بطل زي العطار اضم المنتخب انه هيجيب ميداليه. لما بيجيب ميداليه بنقول العاب القوه. وخلي بالك يا استاذ ايهاب، انت من شويه قلت لي ايه؟ انت بيقولوا انك ما عملتش حاجه. العاب القوه ما نسيوا مدرب، ولكن فاكرين العطار، اللاعبين فاكرين العطار اللي هو النجم، فاكرين الانجاز بتاع العاب القوه ال 22 ميداليه في اتلانتا. 3 ميداليات. لكن ما حدش فاكر ان كان حمدي عبد الرحيم واحمد عبد الهادي ومحمد عيسى كانوا الجهاز، والدكتور ابو المكارم عبيد كانوا هم دول الجهاز الموجودين. بينسوا المدربين لكن بيفتكروا البطل بتاع الفيلم او النجم بتاع الفيلم. بس هي دي النقطه بتاعت طب حضرتك نصيحه للكابتن العطار. بالنسبه للعطار الحاله الصحيه. احنا يهمنا حالته الصحيه. العطار لما قالوا ان الحاله الصحيه بتاعته فيها مشكله في عضله القلب، كان عمل العديد من الفحوصات لانه كان لاعب الفريق القومي ساعتها. الطبيبه اللي عملت العمليه الجراحيه هي جراحه. انا بقول له يا عطار روح لنفس الجهات اللي قالت لك انت العضله بتاعتك تمنع انك تمارس رياضه، يقول والله ان فعلا تم شفائه وانت معاك تقرير طبي بتاع الدكتوره الجراحه دي، حط ده مع الورق بتاعك وهم يفحصوك وتعالى. هيتوقف عليك بعد ما تثبت سلامتك الصحيه. هيتوقف عليك انك تعمل رقم ندخلك بيه. وانا يوم ما اعرف ان العطار هيجيب ميداليه هاجري اشيله من كفر الشيخ لحد الفريق قوم ما يجي. كلمه تقولها يا كابتن عطار طبعا دكتور حمدي عبد الرحيم. طبعا دكتور حمدي دكتورنا ومدربنا، واحنا لا ننسى فضل الجهاز الفني معانا، واحنا اكثر ناس اقرب ناس واكثر ناس نقدر نقول الجهاز الفني بيعمل معانا ايه وشغال معانا ازاي، واحنا الحمد لله لا ننكر ده. تمام. اللي انا عايز اضيفه لحضرتك ان انا زي ما قلت لحضرتك اللي انا طالبه دلوقتي زي ما الاتحاد كان واقف معايا في الاول في الفحوصات. تمام. انا طالب من حضراتكم كمسؤولين عن الاتحاد ان انتوا تبعتوني لمستشفى تابعه للاتحاد. تمام. علشان تثقوا فيها، مش انا اللي هروح بقى. انا لا، انا دلوقتي الاتحاد هيبعت لي يقول لي تعالى لو سمحت في المستشفى الفلانيه اليوم الفلاني اعمل فحوصات كذا وكذا وكذا. تمام. والفحوصات ديت الاتحاد هيتسلمها. تمام. ويقول انا وضعي ايه. دي اول حاجه. ثاني حاجه اللي انا بطلب من الدكتور حمدي يعني زي ما بيقولوا ايه، في يعني يكون في تكافؤ فرص. تمام. احنا كنا دايما بنعاني من الدكتور نبيل سالم زمان ان هو دايما بيدخل اول ثاني ثالث، واخد بال حضرتك، وكلام من ده. طبعا احنا النهارده عايزين الموضوع النهارده احنا في نظام جديد معمول. انا ما بقولش دلوقتي ان انا اخد حق زميلي او ان انا اجني على حق زميلي، ولكن عايز يكون في نوع من تكافؤ الفرص
تمام، زي ما زميلي خد فرصته اخد انا كمان فرصتي، وزي ما زميلي الثاني خد فرصته واحد ثاني برضه قريب منه ياخد فرصته. دكتور حمدي هيرد عليك يا كابتن عطار في الموضوع ده. يا عطار هسألك سؤال يا عطار، انت الارقام هي اللي بتحدد مين اللي سافر ومين ما سافرش. في يوم من الايام كانت ارقامك غير مؤهلاك انك تسافر، وفي واحد في الجهاز الفني وقف معاك وقال للدكتور نبيل سالم العطار يسافر، العطار هيجيب ميداليات. وحصل انك سافرت. كانت انهي بطولة عالم؟ كانت بطولة العالم اللي هي الأخيرة اللي هي كانت في نيوزيلندا. أنت جبت كم ميدالية؟ نوعهم إيه؟ عملت ميدالية فضية في بطولة العالم في الرمح. في أسم في هولندا؟ كان ساعتها الدكتور نبيل سالم رافض سفرك؟ لا في هولندا فعلا كان الدكتور نبيل سالم وجبت ميداليتين دهب. وحضرتك وقفت له وسفرتني على مسؤوليتك وعلى مسؤوليه الجهاز الفني والحمد لله جميل جدا. جميل، بشكرك يا عطار، بشكرك على تذكرك لهذه الواقعه. انا عايز اقول لك ايه، انا يوم ما كمدرب او مدير فني اشوف ان انت فعلا فيك الامل ولو على المدى البعيد هضمك. وانت عندك مثال تاني ارد بيه على سؤال اخر. لاعب بلال في يوم من الايام كان بيلعب قرص عندكم في كفر الشيخ، وكل الناس تحدتني وقالت لي ده مش هينفع، ولعب وزن طويل. حصل يا عطار؟ على العموم الفكره قطعت والوقت انتهى، واحنا ان شاء الله بنحاول نحل. طبعا انا بشكرك يا دكتور حمدي الله يخليك على سعه صدرك، لكن الموضوع شيق وحاجه بنتكلم في نقول مصلحه عامه. وعلى فكره مخرجنا عماد عبد المنصف طبعا هو كان في سيدني وجايب تقارير وجايب الذكريات الجميله ايام ما كان العطار وهاني واحمد سيد موسى وفي حضور حضرتك طبعا. واحنا عمرنا ما ننسى ولا التاريخ ينسى الدكتور حمدي عمل ايه في النجوم. لولا الدكتور او لولا الجهاز الفني والمدير الفني ما كانش فيه لاعبين، والعكس برضه. الحمد لله. وفي الاخر اللاعبين هم الاساس، والانجاز في الاخر لمصر لاعب. هم كلهم منظومه، لاعبين، اجهزه فنيه، اتحاد، هم دول مجموعه. واكيد اللي هو صبيح طبعا هو سمعنا وبيتفرج علينا، واكيد هيبقى ليه طبعا بعد ما حضرتك تكتب تقرير. وان شاء الله اللي هتقولوه ان شاء الله احنا هنعمله ما دام في ايه مصلحه مصر ومصلحه الجميع. وكلمه اخيره يا دكتور لان الوقت انتهى. لا انا بشكر اللي هو صبيح على الدفعه اللي بيدفعها لنا. طبعا هو ما بيرفضش اي طلب لاي حد، ولكن بيلقي بكامل المسؤوليه على الاجهزه الفنيه، واحنا بنقول ان احنا هنتحمل المسؤوليه ان شاء الله، ونسعى بقدر ما يمكننا ان احنا نرفع راس اللجنه البرلمانيه وعلم مصر علينا ان شاء الله. شكرا ليك دكتور حمدي عبد الرحيم المدير الفني لمنتخب مصر لالعاب القوى. وفاصل اعزائي المشاهدين ونستقبل كابتن مدحت نسيم. اهلا بكم مره اخرى اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه وبرنامج ابطال التحدي. يسعدنا النهارده اعزائي المشاهدين يكون ضيفنا نجم من نجوم المهاجره، 30 سنه في هولندا، كابتن مصر وكابتن نقول كره الطايره وسباح عبر المانش سنه 86، وطبعا من ابن اسكندريه وهو حاليا في منتخب هولندا للكره الطائره ولف العالم، وايضا رئيس مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في هولندا، وهو الكابتن مدحت نسيم. منورنا يا كابتن مدحت. الله يخليك كابتن ايهاب. احنا سعداء ان حضرتك موجود هنا في الفترة القصيرة اللي هتقعدها في مصر، واحنا سعداء ان حضرتك تبقى ضيف برنامج ابطال التحدي. شكرا كابتن ايهاب بترحيبك. وبدايه الحديث بس احب اعلق على كلام الدكتور حمدي وكابتن احمد العطار اللي هو في الجزء الاولاني. الجزء السابق كنت قاعد وسامع الكلام، لكن ان هي المشكله كلها هي مواكبه العصر للاسف الشديد. حاليا التفكير لازم رياضه المعوقين دلوقتي مش رياضه ذو احتياجات خاصه، دي هي رياضه تساوي رياضه الاسوياء. لازم نواكب العصر، السرعه في التصنيف، السرعه في التعليمات من الاتحاد الدولي. لازم يبقى في حد متخصص ناخده المعلومات للتصنيفات اللي متغيره دائما، فإن حضرتك بحيث ان احنا نوصل للحد
للتنظيم اللي هو يوصلنا للميداليات مرتاحه، لان احنا عندنا الخامات والقماشات، القماشات في منتخب مصر لألعاب القوى واي منتخب اخر في الطايره في كل شيء، اللي هو يوصلنا لاحسن يعني احسن مراتب على مستوى العالم. دي نقطه تعليق صغير، بس هي مشكله عمليه تنظيميه فقط لا غير، ومواكبه العصر، بس مش اكتر من كده. هو فعلا هو كان في القانون اتغير، فطبعا مفيش حد عارف ارقام. طب حضرتك مسؤوليه مين القانون يتغير وانا مش عارف وانا كلاعب؟ ده الاتحاد الدولي طبعا، فجه المفروض كلجنه، المفروض الكلام البارالمبيه أيوة. تبقى عندها الجديد وتنفذه وتبعته للانديه وتعلمهم من ايه الشروط الجديده. لكن مثلا نقول اللجنه البارالمبيه في الوقت الحالي، اللجنه البارالمبيه بوجه عام الوقت الحالي، الاشخاص اللي هم موجودين في اللجنه البارالمبيه، يعني في شيء ممتاز جدا وعجبني. طيب احنا بس فاصل بسيط واعزائي المشاهدين، ونعود استكمال الحديث مع كابتن مدحت نسيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. ضيفنا كابتن مدحت نسيم، رئيس مؤسسه الرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه في هولندا، واللاعب المصري الذي عبر المانش سنه 86، وطبعا اللي مشرفنا هنا في برنامج ابطال التحدي. كابتن مدحت، حضرتك كنت بتتكلم عن قبل ما يحصل فاصل، كنت بتعلق على الدكتور حمدي عبد الرحيم، واللي هو بالنسبه لتغيير القوانين والقوانين، ولكن دخلت دلوقتي على نقطه قلاصات. احنا قلنا نواكب العصر، لكن في نقطه مهمه قوي دلوقتي بالنسبه للجنه البارالمبيه الحاليه. هي عملت شيء كويس جدا، ويعني انا برحب بيه بطريقه ممتازه، اللي هي دخول المعوقين في مجال التدريب والاداره. ده من يعني نقوله ايه، شيء ممتاز جدا في حاله ان نجهز المعوقين انفسهم، بحيث ان هم الناس بتوع الخبرات اللي هم الابطال العالم والاولمبيات والى اخره، يجهزوا يمسكوا يد خبراتهم في نفس الوقت للعيبه الناشئين. وهم يمسكوا في الاداره، في ناس موهوبه في الاداره، في ناس موهوبه في التدريب، ليه لا يمسكوا؟ يعني احنا يبقى مش محتاجين نقولوا ايه بقى شويه عنصريه الاسوياء في التدريب، لان اللي عنده الخبره اللي عنده الخبره كفايه، لان برضو توصيل المعلومه من معوق لمعوق مش زي التوصيل السليم. انت في هولندا المدرب بتاع المنتخب هل من الاسوياء ولا المعاقين بالنسبه لمنتخب انا دلوقتي مدرب كره طايره للاسوياء. انا عارف ان حضرتك مدرب اسوياء اصلا ومساعد مدرب للسيدات في المنتخب. حاليا هو المفروض ان انا يوم 15 ابدا الاتفاق على مساعد مدرب للسيدات في منتخب هولندا للمعوقين. لكن انا اساسا بحب اللي هي الحاجات اللي هي مثلا مدرب للاسوياء، دي حاجه ظريفه، يعني واحد معوق ازاي يدرب اسوياء. زي ما بنقول معوق ازاي يدرب اسوياء، ازاي نقوله. ايه الصوره دي يا كابتن مدحت؟ يوهان كريف، ده كرويف. كرويف بتاع اللاعب الهولندي الشهير ده. عامل كان عامل يوم دعاني في يوم في هولندا في استاد اياكس لرياضه المعوقين فقط. جاب جميع انواع رياضات المعوقين، بحيث ان هو يعرف، وفتح الاستاد على مصراعين بحيث ان هو يخش الناس، وعامل حفله بحيث الناس يعرفهم يعني ايه رياضه معوقين. طبعا الشيء ده مش موجود هنا، يعني بحيث ان هو يفهمهم يعني ايه رياضه معوقين، يعني اللي عنده ابن معوق يتعامل معاه ازاي، لان كان في جميع انواع رياضه المعوقين، في دكاتره متخصصه لشرح ازاي تتعامل مع معوقين، دكاتره نفسيين، اجهزه، رياضات، كل شيء. الراجل ده مش غير طبيعي، يعني انسان بيحب الرياضه جدا. وصل ان هو عامل جامعه باسمه، وفيها الجامعه الوحيده اللي فيها دراسه المعوقين، جزء من المعوقين. لان ما فيش على مستوى العالم حاجه اسمها دراسات المعوقين. في دورات فقط لا غير، لكن ما فيش
هنا في حمام السباحه اللي هو انت بتلعب سباحه هنا كنت؟ لا هنا دي في هولندا كنت، لان انا دلوقتي حاليا برضو مدرب في تمرين تدريب السباحه وفي نفس الوقت تعليم السباحه وفي نفس الوقت بتتمرن ايضا سباحه هناك؟ وايروبيك. ايروبيك كمان في الميه. ايروبيك في الميه ده يبقى المعوق الوحيد. عارفين الايروبيك بيبقى فوق، لكن لا تحت في الماء للمعوقين. لا للاسوياء. للاسوياء برضه انا بتعامل مع الاسوياء، مفيش حاجه اسمها معوق هناك. مفيش حاجه اسمها معوق. انا بالنسبه لي اسوياء اللي بكلمك فيه اسوياء. اما الرياضه بتاعتي دي شيء تاني، دي في رياضه المعوقين. لكن ايروبيك دوت عادي، يعني الايروبيك زي الايروبيك اللي هو فوق، بس الايروبيك اللي في الميه ده عباره عن تمرينات لياقه بدنيه، تمرينات فتنس، بحيث ان هو تحافظ على المستوى بتاعك في اللياقه بالظبط. يعني نفس اللياقه اللي بتتعمل هو الواحد على الارض. ايوه يعملها في الميه. انا بنفذها من غير بقى عرق ولا تعب ولا كلام من ده، في الميه على طول. بس هي اتعب، بتبقى يعني شاقه جدا عن اللي في الميه، عن اللي واقف بالظبط. لان انت بكثافه الميه مقاومه الميه دي على طول. وزي كمان ان في بدايل زي الدمبس، وفي حاجات معينه، بدائل معينه بتستخدمها زي الحديد بالظبط، اكنك بتلعب فتنس في الفتنس بالظبط. طب اللياقه دي مين اللي بيستخدمها بره بالنسبه للانديه؟ هل في انديه او في رياضات بتستخدمها معينه، ولا دي بس لياقه ان الواحد يحافظ على يعني قوامه او رشاقته؟ لا هي بتستخدم في، انا بستخدمها لعيبه العاب كره القدم اقصى، يعني دي مهمه جدا. وعموما هي بتستخدم لجميع الالعاب، بحيث ان العلاجات بعد الاصابات. الرياضه ديت اللي انا بستخدمها زي العلاج الطبيعي اللي في المائي. ده بنستخدموها بالنسبه لجميع اللاعبين بيجوا لي في الحمام. قلت بعد الاصابات يعني للمعاقين بقى، للمعوقين وغير المعوقين. لان مثلا الكيبر بتاع فاينورد كان عندي من قيمه 3 شهور، بحيث ان انا بديله اللياقه البدنيه، باهله اللي هو ينزل الملعب. يكون لاعب متصاب فبيروح للياقه بدنيه. بس دي برضو فيها تمرين معين، وفي تمرينات لياقه بدنيه لرفع مستوى اللياقه البدنيه والنفس. دي برضو في الايروبيك، يعني تسويه الشعب الهوائيه. اللياقه دي اعتقد مش منتشره هنا في مصر يعني. لا مش موجوده في مصر. في ايروبيك وفي اكوا جوجا. الجوجا ده برضو تمرينات للظهر وتقويه عضلات الظهر والرجل والكتف والدراع. دي بقى تمرينات عنيفه برضو في الميه عن طريق البامب، بتحاول تحسن من لياقتك البدنيه والنفس، وفي نفس الوقت يعني هناك بقى دراسات كامله. انا الوحيد انا المعوق الوحيد اللي اخدها. بتاخدها بقى من هناك ايه بقى، من نقول مثلا اكاديميات متخصصه؟ اكاديميات متخصصه تبع الاتحاد الهولندي، ومشهر بيها في قلب الاتحاد الهولندي. مش تربيه رياضيه يعني؟ مش تبع التربيه الرياضيه. هناك تبع التربيه الرياضيه، كليه التربيه الرياضيه. ومعتمده اساسا من هناك، واساسا انا يعني الوحيد المعوق اللي اخدتها، يعني بحيث ان انا يعني في السباحه بفضل كابتن نبيل الشاذلي. انت عارفه طبعا الشيخ المدربين. طبعا كابتن نبيل. هو الوحيد اللي حببني في كل شيء في الميه اعمله. علاقتك بكابتن نبيل الشاذلي ايه؟ والدي هو عنده 4 اولاد، بس لا انا والدي الوحيد الكابتن نبيل. على فكره الكابتن نبيل الشاذلي كان ضيفنا من حوالي شهرين، كان مع السباح المنشي احمد ناصف. سمعت وانا موجود في هولندا. وحضرتك طبعا يعني كنت برضو عبرت المنشي قبل كده، فيعني بس للاسف اللعبه دي غير معترف بيها في اللجنه البارالمبيه الدوليه. لا هي دخلت دلوقتي حضرتك في المسافات الطويله زي ال 15 كيلو وال 25 كيلو. للاسف الشديد انا بتكلم، بس كنت بطلب رجاء من رئيس اللجنه البارالمبيه اللي هو سباح اللي تطوير السباحه او تطوير رياضه المعوقين. انا عايز اطور. هو كابتن يعني على فكره دكتور رئيس اللجنه كابتن نبيل الشاذلي دلوقتي، يعني احنا اخترنا كابتن نبيل الشاذلي يبقى رئيس اللجنه الفنيه للسباحه. ماشي. بس انا ليا طلب، يعني ليا طلب مش ليا شخصيا، انا للمعوقين اساسا. انا طالب مؤتمر لتطوير رياضه المعوقين في مصر. عشان نواكب العصر بالاسلوب دوت، يعني بحيث ان احنا نوصل. المؤتمر ده داخل مصر للمصريين فقط. كل انسان عنده فكره تطوير رياضه المعوقين يقدم بيها. يعني مثلا حضرتك موجود، دكتور عصام رجب حميدي طبعا تعالى في امريكا. يعني الدكتور عصام رجب تليفون صغير هيجي مش هيتاخر. خلي بالك الدكتور عصام رجب ده انت عارف طبعا صديق لينا، وصديق شخصي كمان يعني. صديق شخصي ليا وليك. فطبعا لو اتصل بيه دلوقتي اقول له تنزل مصر فورا، هينزل مصر فورا، لان هو عنده الحته دي كمان. هو كمان هو اساسا دكتور في التربيه الرياضيه، يعني يفيدك ويفيدك في حاجات كتير جدا. انا نفسي اعمل حاجه بسيطه قوي لتطوير رياضه المعوقين في مصر. وبعدين على فكره يعني احنا بس للاسف عندنا عقده يقول لك ايه الخواجه،
يعني اجيب واحد من امريكا وواحد مش عارف من انجلترا يدي محاضره. طب ما احنا عندنا اصلا استاذ الاساتذه، يعني استاذ اللي هو كابتن عصام اللي هو بيدرس الامريكان وبيديهم ماجستير، والهولنديين لو سمحت، والهولنديين كمان. لا لان في صديق ليا هولندي الدكتور عصام حميد بيدرس له هناك في احنا ان شاء الله لواء سباح يعني مش هيتاخر لما نعمل مؤتمر كبير لتطوير رياضه المعاقين، ودي طبعا فكره طبعا وقالها لنا دلوقتي كابتن مدحت. اللي نستفاد منها لايه؟ لتطوير المنتخبات. ليه؟ لان دلوقتي احنا مش يعني حضرتك اديك مثل صغير جدا، الصين. من امتى بتسمع من الصين يا كابتن ايهاب؟ الصين فتحت مره واحده بقت هي من الابطال عشان كان عندها بطوله بكين، فكانت بتجهز فرقها فمجهزه. يعني احنا كنا المصريين كنا بنكسب الصين في اولمبياد سول 88. كويس قوي. دلوقتي يعني ممكن يكسبونا دلوقتي. بالظبط. نفس القصه البرازيل. تعالى للبرازيل، ما ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك. ليه الناس دي بتخطط، بتعمل خطه من يعني السنه دي طويله الاجل مش قصيره الاجل. وده الفرق. انا لازم احط خطه ثابته طويله الاجل مسموحه بالتغيرات، لكن اخد نتيجه في النهايه وتحاسبني على النتيجه في النهايه. مش تعمل مش بالقطعه لان احنا ماشيين حتى في الاسوياء. فين السباحه بتاعت الاسوياء؟ انتهت. قول لي مين بطل عالم؟ مين انتهت. الرياضه في مصر ده اللي قلقني، وانا مش عايز رياضه المعاقين تنتهي. لان فين ابطال المعاقين في رياضه في العاب القوه؟ فين في الطايره؟ فين الجيل بتاع الطايره الجديد؟ دلوقتي في مشكله كبيره جدا يمكن مش حاسين بيها. ايران، انا بقول لحضرتك دلوقتي ايران ميداليه البرازيل لايران، وبقولها على الهواء. ريو دي جانيرو يعني. هم بيجهزوا فريق قوي، هو اصلا فريق قوي. انا بقولها لك لا، الفريق اتجدد وبقولها بثقه. انا بقول لك بثقه بحكم خبرتي. انا بقول ايران الميداليه الذهب ليه؟ ليه؟ مع ان البرازيل مش هتسيبها انها تكون بقى في ارضها، ويعني وعلى العموم حتى لو وصلت للنهائي البرازيل وايران، ويعني فخر لاي نادي او اي منتخب يوصل نهائيات الدوره البارالمبيه. بالظبط كده. يعني ده من ضمن الحاجات الطفيفه، لان الناس بتخطط تخطيط يعني مدى طويل الاجل. يعني الخطه بتاعتها ليست مده قصيره، يعني مده سنتين، او انا رايح بطوله عالم ابدا من مده قبلها ب6 شهور او سنه. لا، انا عارف مين اللعيبه وفين الكشافين يا كابتن ايهاب. فين الكشافين؟ يعني ايه الكشافين؟ اللي انا بجيب اللعيب الجدد. يعني انا دلوقتي اول امبارح كنت عند واحد رجليه الاثنين اتقطعت من قيمه 10 ايام الاثنين. ده ان شاء الله. يعني انا اتكلمت مع الكابتن نبيل، انا والكابتن نبيل، ان هو يكون خليفه الله يرحمه الكابتن محمود موافي، سواء في السباحه او في الطايره والطول والفرع. يعني هو طويل جدا، يعني هو ممكن يفيدنا كمان، بس لسه الحادثه لسه بقاله 10 ايام ورجليه الاثنين. لا، وتحت امره طبعا اي واحد اتصاب وعنده امكانيات ان هو يقدر يلعب رياضه. ما ده اسمه شغل كشافين يا كابتن. يعني فين الكشافين اللي هم بيكشفوا رياضه المعاقين؟ ليه رياضه المعاقين بدات دلوقتي الميداليات تقل؟ ليه كل دوت؟ عشان ما فيش كشافين بما يعني بيجذبوا بيجذبوا الناس لرياضه المعاقين والمعلومات والى اخره. كل دوت محتاجه. احنا بنعمل دعوه لكل المعاقين. اولا المركز يعني مقر اللجنه البارالمبيه عند استاد القاهره او فوق مجمع حمامات السباحه، وكل الانديه اللي فيها المعاقين تقدر يعني تستجيب لاي معاق حصل حادثه او امثله. يعني يقدروا يجي. يعني عندنا نادي المستقبل في اسكندريه، نادي الحريه في بورسعيد، نادي الايمان في القاهره، هتلاقي الحريه العزيمه في اسماعيليه، هتلاقي نادي القاهره في القاهره. يعني هتلاقي في بعض الانديه. اتحاد الشرطه طبعا سابقا دلوقتي ما فيش للاسف. للاسف اتحاد الشرطه يعني كان عنده فريق قوي، لكن للاسف مش موجود يعني. فدي دلوقتي جامعه قناه السويس هتعمل فريق، نادي مركز شلل الاطفال امبابه، نادي بني سويف، نادي المنيا. يعني كل الانديه دي هي محتاجه بس شويه تخطيط وشويه تنظيم، وعندي احساس ان هي شويه تخطيط وتنظيم، ونمشي على الطريق الصح، هنوصل اللي احنا عايزينه. انا ممكن كابتن مدحت يعني احنا طبعا الوقت خلص للاسف ان احنا ما خدناش خبراتك، لكن حضرتك عرفت ان الفتره الاولانيه فجاه كده يعني تطورت وبقت كان احداث ساخنه. ويعني انا بشكرك يا كابتن مدحت، وكلمه تقولها قبل ما نختم. الكلمه الوحيده اللي انا نفسي اقولها اوصلها للجنه البارالمبيه، بحيث ان هي عندي امل في اللجنه ديت ان هي ممكن تطور
من رياضه المعوقين، واتمنى ان هم، لان فيها كوادر انا عارفها معرفه شخصيه اساسا. عندي احساس ان هم يعني يفكروا ويخططوا صح، هيوصلوا المعوقين لمرتبه عمر الفتره اللي فاتت او الفتره اللي فاتت وصلت لها. على العموم شكرا كابتن مدحت. انا بس معلومه، كان المفروض في مكالمه مع دكتور احمد عبد الله رئيس اتحاد المكفوفين، لكن طبعا ضيق الوقت. هو دلوقتي بتقام دراسات للتحكيم تمهيدا ان شاء الله للاسبوع القادم. هيبقى هناك بطوله الدوري العام هتقام في في بورسعيد الاسبوع القادم. وتحياتي ليكم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم. ما تنسوش الاعاده بكره الساعه 8 صباحا ان شاء الله.